السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله بالشباب طيبة، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم الموضوع يختلف عن باقي الفيديوهات اللي ناشرها بالقناة. اليوم راح نحكي عن لعبة كسرت الدنيا بنجاحها واستحوذت على الكونسل والبي سي. اللعبة اللي غيرت تاريخ الباتل رويال وطلعت من كونها لعبة حربية عادية الى افضل تجربة جذبت ملايين اللاعبين من جميع انحاء العالم. ولما الكل سمع بخبر نزولها على التليفون الدنيا كلها تحمست، بس فجأة اللعبة اختفت. ليش وشنو صار؟ تعالوا اليوم نحكي القصة وورزون من بداية النجاح والهيمنة على الكونسول والبي سي إلى للسقوط واختفائها من دون سابق انذار. أول شي لازم نحكي عن نجاح وورزون الأصلية. اللعبة نزلت أول إصدار إلها سنة 2020 كنسخة مجانية من باتل رويال من عالم كول اوف ديوتي. من أول يوم حصدت ملايين التحميلات من اللعبة. ليش؟ كانت اكو هواية العاب مهيمنة على الباتل رويال بالكونسول والبي سي اللي هي ببجي موبايل وفورتنايت. هاي اللعبتين كانت ماخذة شعبية جدا كبيرة، فمن الصعب كونك تجيب لعبة باتل رويال وتخليها تهيمن بالقمة. شنو الاشياء اللي تخلي لعبتك تهيمن على هاي الالعاب اللي متمركزة بقمة الباتل رويال؟ الاشياء اللي تميزت بيها كول اوف ديوتي وورزون اللي هي الجرافيكس القوي وحركات واقعية وسلسة وخرائط ضخمة، وخصوصا فير دانسينج اللي صارت مثل ايقونة خرائط الباتل رويال. غير سالفة الجولاج اللي تخليك ترجع تكمل اذا خسرت، اللي هي الريكويل مثل ما احنا نسميه حاليا. هاي الافكار كلها سوت من وورزون لعبة غير شكل وصارت تنافس فورتنايت وببجي، وفعليا صارت من اكثر الالعاب تحميلا ومشاهدة بالستريمينج. ورا هذا النجاح الكبير وسلسلة الانتصارات والهيمنة على الكونسل والبي سي، طمع اكتيفيجن خلاها تتخذ اكثر قرار جريء، تنزل اللعبة النسخة الكاملة على الموبايل. وكونك تتخذ هيجي خطوة انه تنزل لعبة كونسل او لعبة بي سي على الموبايل، هذا الشيء جدا صعب، واكثرية الاجهزة ما راح تتحمل اللعبة لانه اللعبة جدا ثقيلة والخرائط مالتها كبيرة والجرافيكس مالتها جدا قوي. وخصوصا كونك عندك نسخة كول اوف ديوتي موبايل من الصعب تنزل نسخة ثانية، وناهيك عن تربع عرش ببجي موبايل وفري فاير بقمة الباتل رويال باسواق الموبايل. بعد الاعلان عن وورزون موبايل الناس هنا تحمست واليوتيوبر بدأوا يسوون فيديوهات يتخيلون شلون راح تصير التجربة. كانوا واعدين يرجعون خريطة فير دانسينج بحذافيرها على الموبايل، وقالوا اللعبة راح تكون كروس بلاي، يعني متصلة بعالم وورزون الأصلي. يعني إذا صاحبك عنده كونسل أو عنده بي سي وأنت عندك موبايل تدخلون التعادي طبيعي بدون أي مشاكل. وكل هاي الوعود خلت الناس تنتظرها أكثر من أي لعبة ثانية، بس مو كل شي صار مثل ما إحنا نتوقعه. بعد أول إصدار تجريبي للبيتا الناس بدأت تشتكي من مشاكل تقنية داخل اللعبة. أولها السيرفرات تعبانة، تأخير ولاج وكراش. ثانيا اللعبة ثقيلة حتى على الأجهزة القوية، الجرافيكس متعب للبطارية، وهواي أخطاء ناس تدخل ما تلقى جيم وبعضها داخل الجيم ينطرد. هنا بدأت الشكوك حول اللعبة، هل فعلا الشركة جادة بتطوير هاي اللعبة أو تحاول تستغل الاسم فقط؟ بعد فترة من التجارب وأخبار اللعبة صارت أقل وأقل، الشركة ما بقت تنشر تحديثات مهمة، وهذا الشيء اللي راح يقتل أي لعبة اللي هو توقف التحديثات. حتى النسخة اللي موجودة بقت محصورة بدول محددة وما توسعت، وفجأة سمعنا إنه اللعبة ممكن تتأجل أو حتى تلغي. هنا اللاعبين صدموا شلون لعبة ضخمة مثل وورزون ومشروع الكل ينتظره وأكثر لعبة مهيمنة على أكبر المنصات تختفي بكل سهولة. الى هسه ماكو تصريح رسمي وواضح هل راح يرجعون اللعبة يوما ما لو خلاص اندفنت وتبقى ذكريات وحلم كل لاعب موبايل. احنا اليوم كلاعبين عندنا هواي علامات استفهام حول هذا الموضوع، وامتى راح ترجع. الوزن الاصلية بعدها مستمرة لحد الان، تاخذ تحديثات وسيرفرات بدون اي مشاكل، بس نسخة الموبايل ضاعت وتركت هواي تساؤلات وعلامات استفهام حولها. هل تتوقعون راح نشوفها ترجع بالمستقبل، وخصوصا مع الجيل الجديد من الأجهزة؟ لو اكتيفيجن راح تكتفي بألعابها الرئيسية وتخلي سوق الموبايل لعبة كول اوف ديوتي موبايل؟ اكتب لي رأيك عزيزي المتابع بالتعليقات ورايك بالمحتوى اللي يقدمه.
وإذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك واللايك. شكرا على المشاهدة، في أمان الله.